فيحرص الإنسان على هذا الأمر، أن الرزق المعنوي من عند الله. الإنسان يحتاج إلى أن يرزق الصبر، إلى أن يرزق الحلم، إلى أن يرزق الإيمان، يرزق التقوى، يرزق حسن الخلق، يرزق التوفيق للأعمال الصالحة. كل هذه أرزاق الله جل وعلا يرزقها من يشاء. وهذه الأرزاق المعنوية لها أسباب كما أن للأرزاق الحسية أسباب، ولذلك تجد أننا نتفق جميعا على الإنكار على من يترك السبب الحسي في طلب الرزق الجسدي. يعني لو إنسان جلس في بيته وأغلق على نفسه وقال أنا أريد أن يأتيني طعام، كلنا ننكر عليه، ما نقبل منه هذا. فكذلك لا بد أن نفهم هذا الأمر. من أراد الهداية ومن أراد الصلاح ومن أراد التقوى والإيمان ما يجلس في مكانه ولا يبذل سبب، لا بد كذلك أن ينكر عليه كما ينكر على الآخر، ويقال له لا بد أن تبذل سبب. كما أنك تؤمن ببذل السبب في طلب الرزق الحسي، فلا بد أن تؤمن ببذل السبب في طلب الرزق المعنوي. أنت تريد أن يهديك الله جل وعلا، أن يوفقك الله، لا بد أن تبذل الأسباب. فبعض الناس مثلا يجلس في أماكن المعصية، في أماكن اللهو واللعب والشهوات، ويقول والله أنا أريد أن يهديني الله، أريد أن الله يرزقني الهداية، أريد أن الله يرزقني الإيمان. هذا ينكر عليه لأنه لم يبذل السبب الذي عن طريقه تصل له هذه الهداية ويصل له الإيمان ويهتدي إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا بذل السبب ذهب إلى مكان الهداية، ذهب إلى المساجد، رافق رفقة صالحة، طلب من الله جل وعلا، دعا في ثلث الليل الآخر، وهكذا. مثل هذه الأسباب هي التي تعين على هذا الرزق. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذا المعنى.